الإحصاء يا ولاد. أول حاجة الزد تيست. حاجة مهمة بالنسبة للزد تيست لازم أكون عارفاها. أول حاجة احنا بيبقى عندنا حاجة اسمها الألفا دي بتبقى نسبة الخطأ اللي بتتراوح ما بين 1/100 ل1/10. أهم حاجة ما تزيدش عن كده، لو زادت عن كده تبقى مصيبة سودا. تاني حاجة لازم أعرفها إن في حاجة اسمها assumption. أنا عندي زد تيست وتي تيست ولسه في حاجات تانية هناخدها. أنا أعرف منين أنا هتعامل مع الزد ولا التي؟ اول assumption او اول شرط معايا هي ان الزد تيست لازم ال n تكون اكبر من او يساوي 30. اقل من كده ندخل بقى على التي تيست. والسيجما تربيع ممكن تبقى انون وانون عادي، مفيش مشكلة. لازم اعرف ان من اول المحاضرة دي فيما بعد انا هشتغل على 5 خطوات، تمام؟ اول وتاني خطوة ثابتين في كله، ماشي. تالت ورابع خطوة هما اللي بيبقوا متغيرين من تيست لتيست. وخامس خطوة اللي هي الديسيجن دي ملناش دعوة بيها. اول خطوة هنا اسمها نيل هايبوثيسيس، مش مهم الاسم خالص. اهم حاجة اعرف ان هي بتبقى عبارة عن H0 بتقول لي ميو بتساوي ايه بقى؟ الرقم اللي هو بيساويه ده بيكون مديهولك في المسألة. تاني خطوة اللي هي الالترناتيف هايبوثيسيس تبقى الH1 الميو اكبر من الرقم اللي هو كان فوق ده او اصغر من او لا تساوي الرقم ده. طب انا بحدد هي اكبر ولا اصغر ولا بيساوي ولا بعمل التلاتة؟ بحددها من المسألة عايزة ايه. يعني مثلا لو قال لي انكريز مثلا البلاد بريشر مثلا يبقى هختار دي، لو قال لي لور يبقى هختار دي، لو قال لي تشينج يبقى هختار دي. تالت خطوة اللي هي اسمها calculated value زد calculated. زد لان احنا بنتعامل مع الزد تيست. زد calculated دي ليها قانون انا بتعامل معاه. القانون ده بيتحفظ اللي هو اكس داش ده بيديهولك في المسألة ناقص الميو زيرو اللي هي الرقم اللي موجود هنا، تمام، على السيجما برضو بيكون مديهالك على جذر الان ده اللي هو بيبقى عدد السامبلز وبرضه بيبقى مديهالك، تمام. بعد كده الخطوة الرابعة اللي هي tabulated value او الزد tabulated بترتبط بإشارة الH1. يعني ايه؟ الميو اكبر من، انا برسم الكيرف بتاعي عادي جدا، اكبر من يعني ناحية الموجب، يعني هعمل الخط بتاعي ناحية الموجب، وده بسميه critical value. والمساحة اللي بعده دي اسمها منطقة الخطر، بقول عليها بألفا، منطقة الخطر. والألفا دي برضو بيبقى مديهالك في المسألة. طالما الميو أكبر من القيمة اللي هو مديهاني أنا بشتغل ناحية اليمين، ولو أقل من أنا بشتغل ناحية الشمال ناحية السالب. ولو لا تساوي فانا بقسمهم 2، الالفا بقسمها على 2، واحدة يمين وواحدة شمال. ومثلا هنا بقول الكريتيكال ريجن السي ار الزد بتاعتها اكبر من الموجب، وهنا الكريتيكال ريجن الزد اقل من السالب. طب هنا احط الزد في النص اكبر من الموجب واقل من السالب. طب بالنسبة للديسيجن، الديسيجن انا بشوف القيمة بتاعة الزد كالكوليتد اللي انا طلعتها دي موجودة جوه الكريتيكال ريجن ولا لا. الرقم ده مثلا لو طلع معايا 1 و3 مثلا، وهنا الكريتيكال فاليو طلعت معايا او هو بيبقى مديهاني، يعني الدكتور قالت هتجيبها في الامتحان بس يعني مفروض انها بتتجاب من الجدول. المهم يعني مثلا طلعت 0.2 مثلا، كده 1 و3 اكبر من الاتنين، يبقى كده التي كالكوليتد جوه الكريتيكال ريجن، وبالتالي لما تبقى جوه منطقة الخطر كده ريجكت الاتش 0. لما الزد كالكوليت تكون موجودة في منطقة الخطر كده انا بلاشي الاتش 0، اتش 0 ريجكت، وبعمل اكسبت للاتش 1، تمام. هو ده الديسيجن بتاعي، ده النظام اللي انا بمشي عليه. نحل مثلا ايه تاني مسألة دي مع بعض. هنا بيقول the breaking strength of cables produced by manufacturers have a mean 1080. دي كده ايه؟ الميو زيرو. والستاندرد ديفيجن اللي هو السيجما معانا هنا ب100. by a new technique in a manufacture process it is claimed مطلوبة that the break strength can increase دي معناها ان الميو هتبقى اكبر من 1800. كده حدد لي انا في الاتش 1 او الخطوة التانية هتعامل مع اكبر ولا اصغر ولا لا يساوي. test this hypothesis of sample of size 50. 50 دي هو اداني sample size دي يعني ان 50 دي يعني اكبر من 30، يبقى كده انا هتعامل بايه؟ بالزد تيست with mean
1850. المين بتاعت السامبل دي اللي هي الاكس بار. كده انا معايا اكس بار ومعايا سيجما ومعايا الان ومعايا الميو. Can we support this hypothesis of level significant؟ الرقم ده اللي هي الالفا. يعني احنا اتفقنا ان اي تيست بحلها على 4 خطوات. اول خطوة h0 الميو بتساوي، هو هنا قالك كام؟ 1800، يبقى الميو بتساوي 1800. تاني خطوة معانا h1 الميو اكبر من 1800. ليه قلت اكبر؟ لان هو جابلك increase. تالت خطوة معانا احنا اتفقنا اللي هي z calculated. احنا اتفقنا ان z calculated دي ليها قانون x بار ناقص ميو 0 على سيجما على جذر الان. اكس بار هو مديهاني 1850 ناقص الميو 0 اللي هي دي 1800 على السيجما اللي هي الستاندرد ديفيجن اللي هي 100 على جذر الان اللي هي مديهالك برضو بتساوي 50. وطلع على الآلة الحاسبة 3.5 كده. تالت خطوة زي الفل. رابع خطوة اللي هي الزد تابيوليتد. بما ان انا معايا الميو اكبر من، تمام، فلما اجي ارسم الكيرف بتاعي، معلش هو مجهد شويه، لان الميو اكبر من 1800 كده انا همشي في اليمين. دي كده الكريتيكال فاليو، دي منطقه الخطر اللي هي الالفا اللي هي معايا بكام؟ 0.01. طيب انا كده عايز اعرف الكريتيكال فاليو دي بكام. اعرفها ازاي؟ احنا مش اتفقنا ان كل دول بنص من اللي هي المحاضره الثالثه؟ لما انا ابقى عايز القيمه دي لوحدها يبقى نص ناقص الرقم ده، يبقى كده الكريتيكال فاليو بتساوي نص ناقص الرقم اللي هو مديهوني اللي هو 0.1 هيساوي، طلع معايا 0.49. الرقم ده بقى اعمل بيه ايه؟ اقوم جايبه الجدول كده زي الشطره، الجدول اهو بتاع الزد. احنا هنا 0.4 ادور عليها هنا اهي 0.49، دي 0.4 وافضل ماشيه لحد 9 هيطلع معايا 0.1879. دي كده كريتيكال فاليو. طيب الكريتيكال ريجون بكام؟ هي الزد اكبر من اللي هو اللي بعد كده، اللي بعد الكريتيكال فاليو اكبر من 0.1879. اي حاجه اكبر من الرقم ده فهي في منطقه الخطر، يعني ريجكت الاتش 0. ابص بقى على ايه الزد كالكيوليتد، هلاقيها ب3.5. 3.5 دي اكبر من الرقم ده، اكبر وبكتير كمان. اذا هخش بقى على الديسيجن او الخطوه الخامسه، الزد كالكيوليتد جوه منطقه الكريتيكال ريجون. اذا ريجكت اتش 0 اكسبت اتش 1 بس كده. طيب لو هو قال لي ديكريز، هتبقى دي بدل ما هتبقى في اليمين هتبقى في الشمال، وهيبقى الزد اقل من سالب 0.1879. طب لو قال لي لا يساوي، هيبقى يمين وشمال الفا على 2. هتعامل مع الالفا دي على انها الفا على 2 خلاص، وهيبقى نص ناقص 0.01 على 2 هيساوي رقم. الرقم ده هجيبه من الجدول ونكمل بقى عادي. نخش بقى على التي تيست. التي تيست في منها انواع. اول نوع احنا خدناه اللي هو وان سامبل تيست. مبدئيا الزد والتي يعني فيهم شبه كبير من بعض. الخطوه الاولى والخطوه الثانيه والخامسه شبه بعض، مفهومش اي اختلاف. اول خطوه الاتش 0 الميو بتساوي ميو 0، اتش 1 ميو اكبر من او اصغر او لا يساوي. الخطوه الثالثه بقى نفس القانون بالملي، الفرق ان انا هشيل سيجما واحط بدلها اس. ليه؟ لان انا من ضمن الشروط بتاعه التي اول شرط ان اصغر من 30، لانه لو اكبر انا هخش كده في الزد تيست. وتاني شرط معايا ان السيجما دايما unknown، فانا هجيب بدلها الستاندرد ديفيجن. طيب انا قانون الستاندرد ديفيجن بجيبه منين؟ اول حاجه الستاندرد ديفيجن بجيبه من الفاريانس اللي هو الاس تربيع. طب الفاريانس ده انا بجيبه منين؟ قالك يا ستي انا عندي قانونين. اول قانون اللي هو summation او مجموع x ناقص x بار الكل تربيع على n ناقص 1. بس في شويه ناس حلوين كده قالولك القانون ده صعب في التعويض. الاسهل منه او في التطبيق او في التعويض 1 على n ناقص 1 افتح قوس summation x تربيع ناقص summation x الكل تربيع. الفرق ما بين ده وده، ده بجيب المجموع الاول بعد كده بربع، هنا بربع الاول بعد كده بجيب المجموع بس كده، وبعد كده بعوض واجيب الناتج بتاع الاس تربيع، بعد كده اجيب الجذر بتاعه اجيب ايه
الستاندرد ديفيشن. بعد ما جبت الستاندرد ديفيشن اعوض بقى في القانون واجيب التي كالكوليتد. احنا اتفقنا ان ده تي تيست يبقى ده تي كالكوليتد، الاول كان زد تيست يبقى زد كالكوليتد. خش بقى الخطوه رقم 4 وهي الزد تابيوليتد. نفس الكلام بيعتمد على اشاره الاتش واحد، لو اكبر فانا بعمل ناحيه اليمين، لو اصغر بعمل ناحيه الشمال، لو لا يساوي يبقى يمين وشمال والالفا على 2. بس الكريتيكال ريجون بجيبها بطريقه مختلفه، هو ده بقى الاختلاف ما بين التي والزد. الزد انا كنت بعمل نص ناقص الالفا، هنا بفتح قوس الفا و ان ناقص 1. وفي الاصغر برضو نفس الكلام بس باشاره سالبه. هتفهموا انا بعمل ايه بالكلام ده لما نيجي نحل المساله. بعد كده الديسيجن برضو نفس الكلام، لو التي كالكوليتد موجوده في الكريتيكال ريجون اذا ريجكت الاتش 0 واكسبت الاتش 1. وهنا بقى كانت بتشرح يعني ايه degree of freedom اللي هي بتاعه الان ناقص 1 دي، وليه جبناها وبتاع، مش مهمه يعني، اهم حاجه المساله دي. ورقه المساله بتاعتنا بتاعه الوان سامبل، ده جدول التي اللي انا هشتغل عليه، او الديجري اوف فريدم دي اف بتاع التي تيست. مثلا هاخد المسألة رقم 1 دي اللي الدكتور حلتها معانا. Researchers are interested in whether the mean level of enzyme B اسمه B in certain population in different from 120 ده اللي هو الميو 0 زي measure levels of enzyme B in sample of 15 individual. 15 ده اللي هو ال N، هنا ال N اقل من 30، اذا انا هشتغل في التي تيست and find that x bar اهي جاب لك قيمتها 96 والاس اللي هي الستاندرد ديفيشن 35. كده انت مش محتاجه تستخدمي القانون، هو جابها لك جاهزه، ريح لك دماغه يعني. تيست ات الفا بتساوي 5%. is there a difference؟ في اختلاف؟ قلت زياده، قلت نقصان؟ كده انا هتعامل مع الميو لا تساوي 120. كده اول خطوه معانا h0 ميو بتساوي 120 اللي هو مديها لك هنا اهي. تاني خطوة معانا ال H1 ميو لا تساوي 120 لان هو قالك difference، ما قالكيش لا زيادة ولا نقصان. تالت خطوة معانا اللي هي ال T calculated، هو مديكي ال X بار ومديكي ال S والميو والN. خلاص زي الفل، عوضي بقى وهاتي النتيجة. طلعت معانا -2.65%. نخش على الخطوة الرابعة اللي هي ال T tabulated. T tabulated هنعمل يمين وشمال. T ألفا على 2 اللي هي 5% على 2 هيدينا 25/1000، و15 ناقص 1 هيدينا 14. الرقم ده بقى هعمل فيه ايه، او الخانتين دول هعمل فيهم ايه؟ هجيب الجدول زي الشطرة برضو. اول حاجة عندي اللي هي الالفا اللي هي دي كده الفا، الخانة دي كلها كده الفا. دي اف هنا اللي هي الان ناقص 1، ان ناقص 1. الالفا عندي اللي هي الفا على 2 اللي هي بكام؟ 25/1000 اللي هي دي. والN ناقص 1 او الدي اف عندي بكام؟ ب14. نقطة تقاطع ده مع ده هيدينا الرقم ده 2.145. يبقى كده انا جبت الكريتيكال فاليو اللي هو 2.145. طب الكريتيكال ريجن اجيبها ازاي؟ قال لي بما ان هي عندي خانتين يبقى هنا الكريتيكال ريجن فين؟ التي اكبر من 2.145 اللي هي الحتة دي، واقل من -2.145 اللي هي الحته دي، منطقه الخطر، الالارم اللي بيحصل عندها المصيبه السوداء. بعد كده عندي هنا الديسيجن اللي هي الخطوه رقم 5. هشوف التي كالكوليتد بكام؟ -2.65%. موجوده جوه الكريتيكال ريجن. انا عندي اللي هي ايه؟ اي حاجه اقل من الرقم ده. فعلا التي كالكوليتد اقل من الرقم ده، اذا التي كالكوليتد موجوده جوه الكريتيكال ريجن، اذا ريجكت ال H0 موجودة جوه منطقة الخطر، اذا ال H0 ريجكت. بتاعت ال H1 عكسها هتبقى accept. There is a change in enzyme B. وكده المسألة خلصت. طيب لو جاب لي مسألة زي رقم 4 دي والدكتور مأكدة عليها على فكرة، وهي بتحب تجيب حاجة شبهها في الامتحان، المسألة دي هنيجي نقراها. After a nuclear accident government scientists measured radiation level at 20 randomly area، يعني هنا ال N ب20. The measuring instrumental used in calibrated to measure the ratio of present radiation to reverse known average radiation. The measurement مش عارف ايه، واتجابلت الرقمين دول اللي هو summation ال X و summation ال X تربيع. جابلت سيرة الميو؟ لا، اذا هعتبرها بصفر. هو مش موجودة، هو لسه عايز يشوف
نسبة الاشعاع اللي موجودة، او زادت بنسبة قد ايه، او اختلفت بنسبة قد ايه، او بقت موجودة بنسبة قد ايه. فهعتبر ان هي موجودة ميو بتساوي صفر كده، اللي هي الاتش 0. تاني خطوة اللي هي الاتش 1، هعتبر ان الميو اكبر من الصفر، ان هو عايز يشوف الراديشن اللي ابتدى يطلع او ابتدى يزيد في المكان او الاريا اللي هم اختاروها زادت بمقدار قد ايه. يعني هو لسه هيشتغل على نضيف. كده انا جبت اتش 0 وجبت اتش 1. بعد كده الخطوة الثالثة اللي هي تي كالكيوليتد. اول حاجة لازم اجيب الاكس بار. الاكس بار اللي هي مجموع سمشن الاكس على العدد. سمشن الاكس اللي هي دي هو اصلا مديها لك على العدد اللي هو 20، يبقى الرقم ده على 20 ونجيب الناتج. بعد كده بجيب الفاريانس اللي هو الاس تربيع بالقانون، وابتدي ان انا اعوض الناتج اللي هيطلع. هجيب الجذر بتاعه عشان اجيب الستاندرد ديفيجن. بعد كده اعوض في القانون بتاع التي كالكيوليتد واجيب الناتج واكمل بقى. وكذلك في رقم 5 برضو مديكيش الميو، فهتعتبريها بزيرو، وهنا مديك الارقام، فانت هتبتدي بقى تجمعيهم عشان تجيبي السمشن الاكس، وبعد كده تجيبي تربيع كل واحده وتجيبي السمشن بالطريقه اللي احنا عارفينها، وتكملي عادي. اول حاجه دي اللي هي القوانين اللي في الاول اللي اديتها لنا في اول محاضره، ودي شويه تسهيلات كده علشان نفهم بيها التستات اللي هي شرحتها يعني بعد كده. وده الزد تيست كنت شرحته في فيديو، والتي تيست. هنخش بقى المحاضرة السادسة، ودي نوع من انواع التي تيست اسمها simple تيست او البير ديبندنت تيست. يعني ايه اصلا بير ديبندنت؟ بير ديبندنت يعني هو جايب لك سامبل واحدة، عينة واحدة، وعايز منها نتيجتين. مثلا انت جبتي دواء معين، دواء الضغط مثلا، واديتيه لمحمد. مين محمد ده؟ انا معرفوش، بس هنفترض ان هو موجود. ماشي، هتقيسي الضغط بتاعه قبل ما ياخد الدواء وبعد ما ياخد الدواء. هو ده البير ديبندنت، وهو ده اللي بيعتمد عليه في المسألة دي. بيبقى فيه بقى كذا شخص، نجيبي محمد واحمد وشوية ناس حلوة كده، وتشوفي بقى قبل وبعد وتقيسي عشان تعرفي كفاءة الدواء ده شغال ولا لا. طيب انا بقى لما تجيلي المسألة دي هعرفها ازاي او هحلها ازاي؟ هعرفها ازاي؟ هي يعني هتقولي في المسألة عندي كذا شخص، نقول 5 مثلا، عملوا مثلا نظام غذائي. قبل النظام كانوا 80 كيلو، وبعد النظام كانوا 75 كيلو مثلا. هتلاقي البيفور قد الافتر. ما ينفعش يبقى فيه ميسنج، ما ينفعش يبقى فيه بيفور بس او افتر بس، لا، لازم يبقى فيه بيفور وافتر. لازم يبقى فيه ميو 1 وميو 2 لكل شخص. لو شخص مثلا خلع او خل بالنظام الغذائي ما بيتحسبش. لو في مثلا ان الاتنين دول مختلفين، ده كده تيست تاني اصلا، انا ليا في التيست ده. يبقى كده تاني البير ديبندنت ما ينفعش يبقى فيه ميسنج، او ما ينفعش يبقى فيه خانة فاضية. تاني شرط اللي هو الشرط بتاع التي تيست الطبيعي، اللي هو ان بتكون اقل من 30. وفي التيست ده بيعتمد على حاجة اسمها الديفرنس او التي. الديفرنس ده بيبقى عبارة عن البيفور ناقص الافتر، وهو ده اساس شغلنا في التيست ده. عايزين نبدأ شغل بقى. اول حاجة زي ما متعودين لازم يبقى فيه اتش 0 و اتش 1. ده كده اول خطوتين اساسيين معانا. طيب اتش 0 هتبقى بايه؟ ميو 1 بتساوي ميو 2. وممكن اقول على الاتش 0 كمان ميو دي بتساوي 0. مش احنا قلنا ان دي هي البيفور ناقص الافتر؟ طب ما الميو 1 اللي هي البيفور وهي ميو 2 اللي هي الافتر، فهيبقى الميو دي بتساوي 0. ده افتراض. خش على الخطوة رقم 2 واللي هي الاتش 1. اتش 1 هتساوي على حسب ما هو هيديني في المسألة. لو قالك ان النتيجة الشخص اللي خد الدواء ده ضغطه قل لما خد الدواء، يبقى ميو 2 هتبقى اقل من ميو 1، لان النتيجة بعد بقت اقل من قبل. فاهمة حاجة؟ انا مثلا وزني كان 80 كيلو، حلو، ادي كده ده وزني قبل، وعايزة اخس ل60 كيلو، ادي كده ده وزني بعد. يبقى مين فيهم اكبر؟ اكيد قبل. فاهمة الفكرة؟ خدي بالك من الحتة دي، لان كتير جدا بيغلطوا فيها والدكتور منبه عليها. على حسب بقى يطلب مني اصغر ولا اكبر ولا لا يساوي. لا يساوي دي لما يقولك ان حصل اختلاف. ماشي، يبقى كده خلصنا من الخطوة رقم 1 وخلصنا من الخطوة رقم 2. خش على الخطوة رقم 3، هي التي كالكيوليتد. حلو، التي كالكيوليتد دي قانونها بيختلف من كل تيست للتاني. في التيست ده القانون بتاعها هيبقى دي داش ناقص ميو دي اللي هي بصفر على اس دي على جذر ان. هو هيتحفظ. هنعمل ايه؟ هي مارينا، هي ايه الدي داش دي وايه الاس دي؟ هي الدكتور يعني هتديها لنا في المسألة؟
طب انا لو عايزه اجيبهم ازاي؟ الدي داش دي مجموعهم على عددهم. انا عندي مسألة كده بعمل فيها البيفور في صف او بالطول يعني اللي انت عايزاه، وصف للافتر، وصف للدي، وصف للدي تربيع. حلو. الدي دي اللي هي البيفور ناقص الافتر بيساوي 2. الدي تربيع بعمل 2 أس 2. حلو. حلو. طيب انا باخد خانة الدي دي واجمع ده كله 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 كله، هيطلع معايا 35. وعلى عددهم اللي هي 1 2 3 4 5 12. ماشي. يبقى كده 35 على عددهم اللي هو 12. يبقى كده انا جبت الدي داش. 1 على n ناقص 1، هفتح قوس، سمشن الدي تربيع اللي هو ده 253 ناقص سمشن الدي الكل تربيع، يعني سمشن الدي اللي هو 35 هعمله أس 2 على الN، هيطلع معايا الرقم ده. حلو. هاخد الرقم ده واعمل له الجذر الموجب، هاخد الجذر الموجب بتاعه هيطلع الرقم ده. هعوض بقى في القانون الدي داش اللي انا جبتها فوق اهي على الاس دي اللي هي اهي على جذر الN دي اللي هي عدد الاشخاص اللي هي 12، جذر 12. حلو. هيديني الرقم. نخش بقى على الخطوة رقم 4 وهي التي تابيوليتد. التي تابيوليتد زيها زي اللي هي الاتش واحد، ليها 3 احتمالات: اكبر او اصغر او يساوي. طيب انا امتى هختار اصغر واكبر او يساوي؟ هو هيقول زي ما اتفقنا. طيب على حسب بقى اللي هيقولهولك. لو ميو واحد اكبر من ميو 2 تمام، فانا كده هبقى ناحية الموجب، ناحية اليمين. والتي تابيوليتد تمام هتبقى القوس بتاعها الفا وان ناقص 1. الفا دي هو بيديها لك في المسألة اللي هي نسبة الخطأ، وان ناقص 1 دي اللي هي 12 ناقص 1 اللي هي كانت هنا. حلو. وكده كده مش تحتاجي تدوري في الجدول، الدكتور هتديكي الرقم ده قيمته ايه. تمام. ده كده في حالة ان الميو 1 اكبر من الميو 2. لو الميو 1 اقل من الميو 2 فانا كده هشتغل ناحية الشمال، ناحية السالب. طيب لو لا يساوي تمام هيبقى يمين وشمال، يمين وشمال. وهتبقى الالفا بقى الفا على 2، غير دول، غير هتاخدي دول الفا بس، دي هتاخدي الفا على 2. وعلى حسب القرار بتاعي باخد الكريتيكال ريجون، التي اكبر ولا التي اصغر ولا التي اكبر واصغر. فاهمه الفكره؟ لو انا عايز اعرف انا انا في انهي حته او الرقم بتاعي اللي هو ده كام، علشان بعد كده احدد او اخد القرار بتاعي. انا مثلا التي كالكيوليتد بتاعتي طلعت ب2.7 تمام، والرقم اللي موجود في الجدول كان 2.1. يبقى كده 2.7 اكبر من 2.1، يبقى انا كده في منطقة الخطر، انا كده في الحتة المتظللة، انا واخدة الرقم ده هيبقى 2.1 صح. 2.7 اكبر من 2.1 يعني انا همشي كده، يبقى انا كده في حتة الخطر. يبقى كده انا بعمل ريجكت ال H0 واكسبت ال H1. فاهمة الفكرة؟ وده ليه؟ لان هي موجودة في منطقة الخطر. يعني هنخلينا في المسألة دي رقم التي تابيوليتد بتاعتها طلعت ب1.7. 2.7 اكبر بكتير من 1.7، فبالتالي هي موجودة في منطقة الخطر. انا كده زحزحت يمين في منطقة الخطر، يبقى انا بعمل ريجكت ال H0 واكسبت ال H1. منطقة الخطر يبقى ريجكت H0، منطقة الخطر يبقى ريجكت H0. وبعد كده بقول في الاخر ان النيو دراج ده فعلا قلل الضغط بتاع الدم. بس كده هو ده النوع، يعني النوع ده من التي تيست. كده فاضل محاضرتين. انا عارفه ان انت تعبتي وانا تعبت برضو. الاختبار ده اسمه الكوريليشن تيست وبعبر عنها بالار. المسألة دي كانت شبه الاحصاء اللي كنا واخدينها في سنة تانية. انا بيبقى معايا جدول اكس وواي اهو، جدول للاكس، جدول للواي، جدول للاكس تربيع، واي تربيع، اكس في واي. ماشي. بيبقى معايا ارقام الاكس واجيب السمشن بتاعها، معايا ارقام الواي واجيب السمشن بتاعها، وهكذا. الاكس تربيع بجيب قيمة الاكس تربيع، واي تربيع اجيب قيمة الواي تربيع، وبعد كده اجيب السمشن بتاع كل واحد او مجموع كل واحد، وهكذا. حلو. انا بعمل بقى الهليلة دي ليه؟
بقى العك ده ليه؟ عشان القانون ده، قانون الار او ال person correlation coefficient، معلنا من الاسم. القانون بيقول ان في summation xy اللي هو ده اهو، ناقص summation ال x اللي هو ده، في summation ال y اللي هو ده. بصي انا هقسم اللي تحت ده المقام نصين، نص في اليمين ونص في الشمال وما بينهم علامة الضرب. النص اللي على الشمال هعمل نفس الجدول نفس القانون اللي فوق، بس بدل الواي هخليها اكس. يبقى كده ان سمشن اكس في اكس اللي هي اكس تربيع ناقص سمشن الاكس في سمشن الاكس، يعني سمشن الاكس تربيع. طب ايه الفرق ما بين دي ودي؟ سمشن اكس تربيع اللي هي دي، سمشن الاكس لكل تربيع اللي هي اول خانة فوق 15 بس هعملها اس 2. تمام. بعد علامة الضرب هشيل بقى، مش انا شلت هنا الواي وحطيت بدلها اكس، هنا بقى هشيل الاكس واحط بدلها واي. فهمتي الفكرة؟ بس وما تنسيش الان عشان هتفرق جدا في الناتج. بس جبتي الناتج بقى، نخش بقى على الخطوات العادية بتاعتنا خالص. ميو زي اتش زيرو سوري واتش واحد، بس هنا الاتش زيرو هتبقى رو بتساوي صفر، اتش واحد على حسب المسألة اكبر او اصغر او يساوي. التي كالكيوليتد القانون بتاعها اهو، هتعوضي الار اللي احنا جايبينها فوق والان وكل حاجة معانا. التي تابيوليتد هتبقى الفا او الفا على 2، انا في المسألة بتاعتي هستخدم الفا عادي، والناحية التانية ان ناقص 2. يعني في المسألة دي الان بتاعي كان 5، 1 2 3 4 5 ناقص 2 هيبقى 3، يبقى نص و3. هي هتديني قيمة ده في فتحت كده رقمها اهو اللي هو 2 علامة 3 5 3. لو قيمة التي كالكيوليتد اكبر من القيمة دي يبقى ايه؟ حاولي تقولي معايا reject ال h0. ليه؟ لان هي في منطقة الخطر. طب هل هي اكبر من الكريتيكال فاليو اللي انا طلعتها من الجدول او القيمة دي؟ لا، دي اصغر، يعني هي موجودة في منطقة الامان. يبقى انا كده بعمل accept لل h0. تاني 1 و6 اكبر من 2 و3 اللي كانت موجودة في الجدول؟ لا، يبقى موجودة في منطقة الامان. يبقى accept ال h0 و reject ال h1. يبقى كده no correlation، ما فيش relation. طالما ال h1 rejected يبقى انا no correlation. بيبقى في correlation امتى؟ ال t calculated موجودة في ال critical region، ال t تبقى اكبر من الرقم ده. حلو كده. بعد كده هنخش على ال independent test. اللي فات كان dependent، ده independent. طب انا هعرف منين ان انا هشتغل على النوع ده؟ اول حاجة واهم حاجة هتلاقيها في فقد. يعني انا عندي شخصين بعمل عليهم التست، عدد الاشخاص او عدد النتائج اللي ظهرت للمان اكبر من عدد النتائج اللي ظهرت للومن. في ميسنج، ده معناه ان انا في الاندبندنت تيست انا مش بعتمد بقى على بيفور وافتر ان لازم الاتنين يبقوا موجودين، لا انا بعتمد على مان وومن، يعني على شخصين مختلفين تماما او جنسين مختلفين تماما. اذا دي اكتر علامه هتبين لي ان انا استخدم الاندبندنت تيست. طيب انا هشتغل بقى ازاي وايه الخطوات بتاعتي؟ اول حاجه h0 بتساوي μ1 بتساوي μ2. h1 بقى برضو بيعتمد عليها على حسب المساله بتاعتي، μ1 اكبر ولا اصغر ولا لا يساوي. في المساله اللي الدكتور شرحت لنا عليها كانت لا يساوي. حلو. بعد كده ال t calculated القانون بتاعها، بما ان ال n بتاعتي مختلفة فوق وتحت، فانا هاخد x1 داش ناقص x2 داش على sb جذر 1 على n1 زائد 1 على n2. x داش دي زيها زي d داش، بجيب مجموع ده كله تمام على العدد. بس انا الاكس واحد دي للمان والاكس اتنين دي للومن، هتجيبيهم اكس واحد داش واكس اتنين داش. بعد كده الاس بي دي ليها قانون برضه، ببتدي بالتربيع، ان واحد ناقص واحد اس واحد تربيع زائد ان اتنين ناقص واحد اس اتنين تربيع على ان واحد زائد ان اتنين ناقص اتنين. حلو الكلام ده. هجيب بقى الجذر الموجب للاس بي
وتعوضي بقى في القانون على طول. بعد كده تي تابيوليتد على حسب برضو المسألة فيها ايه. يعني المسألة دي كانت الميو واحد لا تساوي ميو اتنين، يبقى انا هستخدم الفا على اتنين، والناحية التانية بقى ان واحد زائد ان اتنين ناقص اتنين. يعني انا في المان عندي 9، يبقى 9 زائد الومن عندي 7، يبقى 9 زائد 7 ناقص 2. هو ده الرقم بتاعي. وبرضو انتي مش هتدوري في الجدول، هي هتجيبلك مثلا لو 1000 على 2 يبقى نص على 2، تجيبي رقمها في الآلة الحاسبة. والرقم اللي احنا قلنا عليه اللي انا مش فاكراه ده هتلاقيه موجود تحت كده، بتختاري بقى وتشوفي ده يقول لإيه. الرقم اللي يقول ليه ده احنا اتفقنا ان هو بيبقى الخط او الكريتيكال فاليو، تمام. اللي يعديه يبقى في منطقة الخطر، اللي قبله يبقى ايه في منطقة الامان. وبعمل الكيرفات بتاعتي، لو موجب يبقى يمين، لو سالب يبقى شمال، لو يساوي يبقى يمين وشمال، لو موجود في منطقة الخطر يبقى ريجكت ال H0 accept H1. وبقول الديسيجن بتاعي لو accept H1 يبقى انا كده الدواء بتاعي او التست بتاعي سليم. حلو. اخر محاضرة معانا اسمها انوفا. ركزي معايا بقى عشان ايه هنا في لخبطة كتير كده شوية. انا هنا ما عنديش احتمالين، انا عندي 3. هي هنا مش هتجيب اكتر من 3، يعني هي قالت مش هتجيب اكتر من 3، تمام. اللي فات ده كله كان 2، ده 3. طب انا اعمل ايه بقى في البتاع ده؟ اول حاجة هنمشي الخطوات بتاعتنا عادي جدا، H0 و H1. H0 هتبقى الميو واحد بتساوي ميو اتنين بتساوي ميو 3. H1 بقى انا هكتب الجملة دي وستوب بس كده، at least 2 of them are different. خلاص كده بقى، شفتي الموضوع سهل ازاي؟ بس يعني كده انا جبت H0 و H1 دول ثابتين كده على طول. انا معايا ارقام ال A ادي كده اول بتاع معانا، وارقام ال B وارقام ال C. الدكتور قالت لنا نكتبها بالعربي عادي، ماشي. اول حاجة مجموعهم تربيع مجموع مربعاتهم. يعني انا بعمل الجدول بتاعي، الارقام دي موجودة في الجدول عادي جدا او هي بتبقى مديهاني. بعد كده بعمل مجموعهم تربيع مجموع مربعاتهم. مجموعهم يعني 3 1 1 2 هيدينا 10، 1 1 1 2 هيدينا 6، وهكذا. مجموعهم تربيع هجيب 10 دي هجيب المربع بتاعها، 6 المربع بتاعها، وهكذا. مجموع مربعاتهم 3 تربيع 1 تربيع 1 تربيع 2 تربيع 3 تربيع، وده كله بعد ما جبت مربعاتهم اجمعهم مع بعض. فاهم الفكرة؟ يعني 3 تربيع 9، 9 و1 10، 10 و1 11، 11 و4 15، 15 و9 بقى 24، يبقى كده ايه 24، وهكذا بقى في الاتنين التانيين. خلصت دول الحمد لله، جبنا ارقامهم. هجمعهم بقى، هجيب المجموع بتاعهم. حلو، يعني انا جبت مجموع دول الخط الافقي ده، هجيب بقى مجموع الخط البتاع ده اللي هو اللي كده، ده الرأسي ده الافقي معلينا. يعني يبقى كده 11 زائد 6 زائد 10 هيدينا 27، 121 هيدينا كذا كذا. حلو، يبقى بالراحة تاني، مجموعهم تربيع مجموع مربعاتهم تربيع واجيب المجموع تربيع وهكذا. خلصت دول، خش بقى يمين نجيب مجموع بقى كل النواتج اللي احنا جبناها دي. خلصت بقى كل الهبل ده كله، تمام. هعمل بقى كذا خطوة كده تحت بعض، كل واحدة فيهم مترتبة على اللي قبلها. اول حاجة الCF تساوي الرقم الاولاني على الN كابيتال. ان كابيتال ايه يا مارينا؟ دي ايه البتاع ان كابيتال دي؟ الN كابيتال دي انا مش بجمع حاجة، انا يعني مثلا انا عندي في الA 1 2 3 4 5، في الB 1 2 3 4 5، في الC 1 2 3 4 5، 5 زائد 5 زائد 5 هيدينا 15، يبقى هي دي الN كابيتال بتاعتنا. الN سمول A 5، الN سمول B 5، الN سمول C 5، ماشي. الN كابيتال كله على بعضه اللي هي NA زائد NB زائد NC. يبقى اول حاجة انا جبتها الCF اول مجموع معانا على الN كابيتال، هتربعي 27. الخطوة التانية SS treatment، S او SST، بجيب الرقم التاني على الN سمول ناقص الCF، الرقم التاني على الN سمول ناقص الCF.
ده في حالة لو ال NA بتساوي ال NB بتساوي ال NC. طب لو مش بيساوي بعض، انا بشطب على الرقم ده كده، انا مش عايزاه اصلا، وبعمل حاجة تانية. انا باخد الرقم ده على عدد ال NA، وبعد كده باخد الرقم ده على ال NB، بعد كده باخد الرقم ده على ال NC. انتي واخدة بالك انا عملت ايه؟ انا المفروض لو ال N دي قد بعض، لو دي بتساوي دي بتساوي دي، انا بوحد مقامات وبجمع ده كله اللي هو هيديني الرقم ده على ال N العادية، ال N small اللي هي 5. طيب انا في الحالة دي انا ال N مش زي بعض، مش بيساوي بعض، فانا بعمل ايه؟ ببتدي بقى ان انا افصلهم، مش هينفع ان انا اوحد مقامات. فانا هاخد السمشن الاولاني على ال N بتاعته، السمشن التاني على ال N بتاعته، السمشن التالت على ال N بتاعته. بس انا في الحالة اللي انا فيها دي ال N يعني NA بتساوي NB بتساوي NC عادي. تمام. وطبعا منساش ناقص السي اف، اوعي تنسيها، ناقص السي اف اوعي تنسيها. تالت حاجة بجيبها الاس اس توتال، دي بجيب بقى اللي هي اخر خانة ناقص السي اف. انا بشتغل بالخانات. اول حاجة سي اف بجيب اول خانة على ان كابيتال، اول خانة تربيع على الان كابيتال. تاني واحدة بجيب تاني خانة على ان سمول ناقص السي اف اللي انا جبتها في الاول. اللي تحت ده كله اصلا معتمد على السي اف تي. تالت حاجة بجيب اخر خانة ناقص السي اف، اي حاجة الزق فيها ناقص سي اف. طب خلصنا على كده ولا ايه؟ لا ما خلصناش يا روح قلبي، لسه يا قلب امك. انا بعمل الجدول ده. الجدول ده عبارة عن ايه؟ اول حاجة بكتب source of variance، بعد كده SS، بعد كده degree of freedom، MS او المين سكوير، F calculated. بالمناسبة الانوفا دي تبع الاف تيبل او الاف تيست. تمام. انا كده عملت اول خانة عندي فوق. تاني خانة عندي between treatment within error total، between treatment within error total. هنا الدكتورة بتقولك ان الاس اس دي لازم حتما ولا بد تبقى مربع. الاس اس تي دي اللي انا جبتها هنا لو تفتكري اهي، اس اس تي. حلو. ليه؟ لان هو بيقولك between treatment، ودي اس اس تي اس اس treatment من اسمها، مش محتاجه فزلوكه. هنسيب دي دلوقتي، نخش على التوتال. اس اس توتال. الله، انا سمعت الاسم ده فين قبل كده؟ ما انت لسه جايباها اهي يعني مش محتاجه فزلوكه برضو. طيب بالنسبه للوزين ايرور، توتال بيساوي التريتمنت ناقص الايرور. حلو. يبقى انا الايرور كده عندي عايزه اجيبه، يبقى التوتال ناقص التريتمنت هيديني الرقم اللي احنا معانا ده. التوتال اللي هو 14.4 ناقص 2.8 هيدينا نسبة الايرور. حلو. انت فاهمة الفكرة؟ التوتال بيساوي مجموع دول، فانا عايزة اجيب ده، فهبتدي بقى ان انا انقص التوتال ناقص التريتمنت، فكده انا جبت الوزن ايرور. بعد كده نخش على الخانة رقم 2 اللي هي الديجري اوف فريدم. الديجري اوف فريدم بالنسبة للتريتمنت، انا معايا كام تريتمنت؟ انا شغالة على كام تريتمنت؟ اللي هو الاي والبي والسي. حلو. يبقى انا كده معايا كام واحد؟ 3 هو ده يعني ناقص 1 بس كده. طيب بالنسبة للايرور، معلش هنركنه شوية دلوقتي برضو تاني. هجيب التوتال الاول، هيبقى ان كابيتال ناقص 1. ايه ان كابيتال ده يا عم الحاج؟ اللي هي ان سمول ايه زائد ان سمول بي زائد ان سمول سي. 15. 5 و5 و5 فاكرة؟ 5 و5 و5 يساوي 15. 15 ناقص 1 هيدينا 14. طب الايرور، ما انت تعملي برضو نفس الكلام. 14 اللي هي دي ناقص 2 اللي هي دي هيساوي كام؟ 12. واحدة واحدة معايا بقى يا ست الكل. انت التوتال دي اصلا جايباها عشان تجيبي بيها الايرور، بعد كده مش هنحتاج ابوها تاني. فهمتي قصدي؟ التوتال دي احنا جايبينها عشان نجيب الايرور، بعد كده مش هنحتاج ابوها تاني. مش هنحتاج ايه؟ ابوها تاني. المين سكوير اجيبها ازاي؟ ام اس او المين سكوير هتبقى عبارة عن دي على دي، دي على دي هيدينا دي، دي على دي هيدينا دي. فهمتي قصدي؟ اكيد فهمتي. يبقى كده 2 و8 على 2 هيدينا 1 و4. 11 و6 على 12 هيدينا الرقم ده. حلو. الاف كالكوليتد بقى
اللي انا عايزاها وهموت عليها بقالي من الصبح بقى دايخين عليها. هنعمل فيها ايه؟ الرقم اللي فوق على الرقم اللي تحت، بس كده انا جبت الاف كالكوليتد اللي انا عامله عليها الهلومه دي كلها. يبقى الغرض من ده كله وده كله دي. انت متخيل يا مان؟ يبقى انا جبت الخطوه الاولى والخطوه الثانيه وجبت الخطوه الثالثه، بس خلاص. الخطوه الرابعه بقى اللي هي الاف تابيوليتد. الكيرف بتاعها مختلف تماما. الكيرف بتاعها انا مش بعمل بقى خط في النص وبتاع، لا ده انا كله اصلا ناحيه الموجب. يعني انت مفيش سالب هنا مفيش سالب. طيب انا بعرف الاف تابيوليتد ازاي عشان ابقى اجيب قيمتها؟ الفا ودي اف تي اللي هي دي اللي هي 2، دي اف اي اللي هي 12. يبقى كده الفا اللي هو ادهاني مثلا 5/100 و2 و12. تمام. برضو هي هتديكي الرقم بتاعها تحت وهيبقى هو ده. بعد كده باخد بقى القرار بتاعي. لو الاف كالكيوليتد اللي هو ده اكبر من التي الاف تابيوليتد اللي هو ده، يبقى كده ريجكت الاتش 0. طيب هل هي اكبر؟ لا، يبقى اكسبت ولا ريجكت اتش 0؟ اكسبت الاتش 0. اكسبت اتش 0 يعني ريجكت اتش 1، وبالتالي there is no significant difference. فينيتو.